السلام عليكم. وصفتنا النهاردة جميلة جدا وكلنا بنعشقها. النهاردة هنعمل كرات جوز الهند بالشوكولاتة او شوكولاتة جيرسي، فاكرينها بتاعت زمان دي اللي احنا كنا بنجيبها، جميلة جدا. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنعمل حليب المحلى المكثف في البيت، وهنعملها بطريقة بجد جميلة جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة على طول. انا معايا هنا 3 مكونات هحتاجهم. معايا نص كيلو جوزة الهند اللي هي كامل الدسم، اللي هي الخشنة. تمام. هيبقى عندي 500 جرام جوز هند كامل الدسم، شايفين اللي هي بالشكل ده يا جماعة، اللي هي الخشنة، ما اجيبش الناعمة خالص. تمام. وعندي كوباية لبن بودر وكوباية سكر بودر، لو بالميزان هيبقى 120 جرام لبن بودر و160 جرام سكر بودر. تمام. عندي بقى هجيب الخلاط وهبتدي انزل اللبن البودر والسكر البودر وعليهم نص كوباية مية مغلية، يعني المية تكون جنبي على النار بتغلي. انزل السكر واللبن في الخلاط وانزل المية عليهم وهي بتغلي، يعني ما اطفيش عليها واسيبها ثانية. تمام. هحطهم بقى في الخلاط واضربهم كويس جدا، يعني هضربهم مسافة كويسة تقريبا كده 5 دقايق او 10 دقايق لحد ما القوام بتاعهم يبقى سميك معايا. تمام. هبتدي اضربهم وهنشوف قوامهم هيبقى عامل ازاي. دلوقتي عندي بقى نص كوباية مية مغلية، هنزلها زي ما احنا شايفين. الكوباية اللي احنا بنعاير بيها اللبن والسكر هي اللي هعاير بيها المية. تمام. يبقى عندي نص كوباية مية مغلية، هنزلها على اللبن والسكر. القوام بتاعي بقى كويس جدا، ده القوام المطلوب. ممكن ادخله التلاجة يتماسك شوية، ممكن ادخله ساعة في التلاجة يتماسك شوية لو انا عايزة القوام اتقل من كده. تمام. بس انا هشتغل بيه بالقوام ده، انا مش عايزاه يتقل عن كده، انا عايزاه بس ان هو يبقى حاجة تمسك لي، او ان هي تجمع لي جوز الهند في بعضها، تخلي جوز الهند ان هي تتكون معايا وتتكور معايا. تمام. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده جميل جدا. خلاص. بس اهم حاجة بجد يا جماعة بتفرق قوي في الوصفة دي، ان اكون جايبة نوع لبن بودر يكون نظيف بجد، لان في انواع كتيرة قوي في السوق، بس مش اي نوع تعملي بيه، يعني في نوع ما بيبقاش كويس، فشوفي نوع كويس تعملي بيه الوصفة عشان ما تعمليش، يعني ما تهدريش الوصفة منك على حاجة بسيطة زي دي. تمام. هبتدي بقى انزل اللبن بتاعي المحلى المكثف على جوز الهند كده بالشكل ده، وهبتدي بقى اعجنها. يعني المرحلة دي مهمة جدا، اهم حاجة في المرحلة دي ان اعجن كويس، يعني على قد ما اقدر ابتدي اغلف جوز الهند باللبن المحلى المكثف اللي احنا عاملينه. هبتدي بقى استغنى عن الاسباتيولا خالص، وابتدي اشتغل بايديا. تمام. تفضلي تعجني فيها فتره كويسه لحد ما تحسي ان خلاص ان هي بتتكور معاكي بسهوله. تمام بالشكل ده. هبتدي بقى اني اشتغل بايدي، القوام بتاعها يبقى كويس جدا، وان انا اكورها تبقى يعني بسهوله معايا، بتتكور معايا بسهوله. تمام. زي ما احنا شايفين كده معاكي خطوه بخطوه اهو، عشان ما تفيش حاجه تفوتك، بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. هبتدي زي ما احنا شايفين بضغط بايديا كده على العجينه، شايفين بقت عامله معايا زي العجينه بالظبط، ان انا اخد منها القطعه واقدر اشكلها وتتشكل معايا بمنتهى السهوله. شايفين جميله جدا، لا دخلتها التلاجة ولا اي حاجه، يعني زي ما احنا شايفين كده مع بعض، يا دوب عجنتها بصي وكورتها، طلعت معايا جميله جدا. خلاص. هكمل بقى الوصفه كلها، بقيه الكميه كلها اكورها كده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي بالشكل حضراتكم كده شايفينه. هتلاقيها بتتلم معاكي وبتتكور معاكي بسهوله جدا، مش بتفرفت منك. لو لقيتيها بتفرفت منك اعرفي ان هي كده مش مظبوطه ولسه عايزه شويه حليب مكثف. تمام. شوفوا محتفظه بقوامها جميله جدا، متماسكه، يعني ما بتفكش معايا ولا بتفك مني خالص. كده هقدر ان انا ازينها بسهوله. تمام. هبتدي بقى اكمل بقيه المقدار اللي عندي، اكور كله لحد ما اخلصه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. تمام. هندخلها بقى الفريزر بعد ما اكورها واخلصها 5 دقايق مش اكتر. طب ليه بدخلها الفريزر؟ عشان انا هنزلها في شوكولاته دايبه، فانا محتاجه ان هي تكون برضو متماسكه اكتر. هي متماسكه بس انا دخلتها 5 دقايق بس مش اكتر. دخلتها هبتدي بقى عندي ادوب شوكولاته على حمام مائي واجيبها زي ما احنا شايفين كده مع بعض. انا حطيت على الترابيزه بتاعتي كيسين تلاجة، فتحتهم وحطيتهم على الترابيزه عشان انزل عليهم جوز الهند بعد ما اغطيها بالشوكولاته عشان تتماسك وما تمسكش في المفرش بتاعي. تمام. هبتدي بقى انزل كده واحده واحده، شايفين متماسكه ازاي، واحنا بندخلها الفريزر عشان تبقى اقدر اتحكم فيها. وغير خلي بالك يعني من غير برضو ما تدخليها الفريزر شويه، هي كانت متماسكه وجميله بجد، ويعني تقدري ان انت تتعاملي معاها
مش هتفك منك خالص. يعني لو مش حابه تدخليها، احنا عندنا اصلا الجو برد الايام دي، فما تقلقيش منها يعني. تمام. هبتدي بقى انزلها كده ومعايا شوكه، انزل بقى الزيادات ايه بتاعه الشوكولاته، وابتدي انزلها على كيس التلاجة. خلاص. هبتدي اكمل بقى بقيه الكرات اللي عندي، اغطيها كده بالشوكولاته واصفيها بالشوكه، وارجع انزل الزيادات وايه احطها، وهكذا لحد ما اخلص باقي الكميه كلها. تمام. بالشكل اللي انت شايفاه كده وبالراحه. وبرده خلي بالك يعني ما تسيبيهاش وقت كتير في الشوكولاته، لان الشوكولاته دافيه، عشان برده ما تفكش منك. تمام. بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. خلاص كده بعمل برده معاكم واحده كمان عشان تبقوا شايفينها كويس قوي. سهله جدا ووصفه مغذيه جدا جدا جدا. انا عامه يعني انا عن نفسي بعشقها بجد، والولاد بيحبوها، وحاجه بجد يعني نضيفه في البيت. زي ما قلنا طبعا وصفات البيت بتبقى مضمونه جدا، وضامنه انت عامله ايه بايديكي، وبتبقي مثلا يعني مخليه بالك جدا عشان خاطر ولادك في اي حاجه بتعمليها. خلاص انا هنا خلصت الكميه بتاعتي كلها، وسبتها لحد بقى ايه ما اتمسكت والشوكولاته اتمسكت عليها، وبقت بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه معايا. جميله والله العظيم، جميله بجد، حكايه يا جماعه. شايفين عامله ازاي؟ مش قادره بقى اقول لكم على طعمها بجد قد ايه طعمها جميل جدا وغني جدا. وجوزة الهند اللي هي كامل الدسم دي بجد جميله جدا. يعني ما تجيبيش مثلا تقولي مثلا لا اجيب اللي هي جوزة الهند اللي هي الناعمه. لا صدقيني ما بتبقاش حلوه خالص. دي بتبقى منزوعه الدسم، بيكونوا واخدين الدسم كله منها. يعني حتى لو شفتيها تحس ان هي غير دي خالص. دي تحس ان فيها الزيوت بتاعتها بخيرها موجود فيها. شايفين من جوه عامله ازاي؟ بجد جميله جدا. هتاكلي منها على قد ما تقدري تاكلي منها، مش هتشبعي. بجد جميله من كتر حلاوتها. بتمنى تجربوها، وبتمنى الوصفه تعجبكم، ونتقابل في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.